السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقات برنامج الخشن. عارف يا صاحبي، في حاجات في حياتنا بنفكر فيها على إنها بديهية جدا، المدرسة اللي اتعلمنا منها، الشجرة اللي بنقف تحتها عشان نستخبى من الشمس. بس تخيل معايا كده إن الحاجات البسيطة دي تتحول حلم بعيد قوي دايما شايفه بس مش قادر توصل له. وده بالظبط اللي بيعيشوه الفلسطينيين، ناس زي وزيك عندهم بيوت بس مش قادرين يرجعوا لها، عندهم مدارس بس مش قادرين يعلموا ولادهم فيها. وعشان نفهم القصة لازم نرجع لورا شوية، لا كتير قوي، لحد ما نوصل للبدايه. خليني اقول لك ان زمان جدا قبل ما الدنيا تتشقلب، فلسطين كانت ارض سلام، ارض الكل عايز يعيش عليها، بس مش عشان هواها حلو ولا طبيعتها ساحره، مع انها فعلا ساحره، بس لا، عشان فلسطين دايما كانت في النص. عارف زي ايه؟ زي الكوبري اللي الكل لازم يعدي عليه. بس في اوائل القرن العشرين حصلت الكارثه، ناس قررت ان الارض دي مش هتكون للفلسطينيين لوحدهم. فجاه لقينا وعد غريب جدا اسمه وعد بلفور. مين بلفور ده؟ واحد قرر يدي حاجه مش بتاعته لناس مش محتاجينها على حساب ناس موجوده فعلا. عارف زي لما تكون قاعد في بيتك وتلاقي واحد غريب داخل بيقول لك معلش البيت ده هيبقى لحد تاني، تروح انت قايل له ليه؟ يرد بكل بجاحه ويقول لك عشان احنا قررنا كده. والكارثه دي كانت مجرد البدايه. سنه 1948 حصل اللي التاريخ سماه النكبه. يعني ايه؟ يعني اكتر من 700,000 فلسطيني طردوا من بيوتهم، 700,000 بني ادم شالوا اللي يقدروا عليه وسابوا حياتهم وراهم. بيسالوا واحده فلسطينيه اسمها محمد، وكانت بتحكي لهم لما خرجنا من البيت كنت شايله مفتاح الباب، مش عشان ارجع قريب، لا، عشان افتكر ان ليا بيت. المهم الناس دي خرجوا وفضلوا مستنيين يرجعوا، بس رجعوا امتى؟ للاسف يا صاحبي ما رجعوش. عارف اللي هو ايه؟ زي ما بتكون بتاخد حاجه على انها مؤقته، بعدين تكتشف ان المؤقت ده بقى دايم. خلينا نتكلم عن غزه شويه. غزه دي مساحتها صغيره جدا، تقريبا قد مدينه متوسطه، لكن فيها اكتر من 2 مليون انسان، 2 مليون بني ادم عايشين في مكان صغير، محاصرين من كل الجهات، مفيش سفر، مفيش بحر مفتوح، مفيش حتى كهرباء شغاله طول اليوم. طيب تخيل معايا كده طفل صغير في غزه، مشكلته مش انه مش لاقي يروح الملاهي، مشكلته انه لما بيسمع صوت طياره مش بيفكر انها طياره سياحيه، لا، بيفكر يا ترى الضربه الجايه فين. والاطفال دول لما تسالهم بتحلموا بايه؟ بيقولوا نحلم ننام من غير ما نخاف، نحلم نروح مدرسه ونرجع منها امان. عارف يعني ايه الاحلام البسيطه دي؟ يعني الحاجات اللي احنا بنعتبرها عاديه جدا بالنسبه لهم هي اقصى طموح. في فلسطين شجر الزيتون مش مجرد شجره، ده رمز للامل والصمود. عارف ليه؟ لان الزيتون بيعيش مئات السنين، ولو قطعت فرع منه بيطلع تاني وتالت ورابع. وفي مره كان فيه مزارع فلسطيني شاف الجيش بيقطع شجر الزيتون بتاعه، فقال لهم مفيش مشكله، لو شلتم الزيتون ده هزرع غيره، ولو شلتم الارض هنزرع في قلوبنا. تخيل يا صاحبي الاصرار. الناس دي مش بس بتحارب عشان الارض، الناس دي بتحارب عشان الفكره نفسها، عشان يفضلوا يقولوا احنا هنا ومش هنمشي. لما نيجي نقول مقاومه، ناس كتير بتفتكر البنادق والقنابل. المقاومه ليها اشكال تانية خالص. الطالب اللي بيروح مدرسته كل يوم رغم كل الحواجز، المزارع اللي بيزرع ارضه، المزارع اللي بيزرع ارضه حتى لو شالوا اشجاره 100 مره، وحتى الست اللي بتطبخ اكل فلسطيني بتقول ده تراثنا محدش هياخده مننا. المقاومه هي انك تفضل موجود وتقول للعالم كله انا هنا ومش همشي. في النهايه يا صاحبي خليني اقول لك حاجه، القضيه الفلسطينيه مش بس قضيه ارض، قضيه كرامه. فالمره الجايه لما تسمع عن فلسطين فكر في الاطفال اللي بيحلموا ويناموا من غير خوف، فكر في الزيتون اللي بيتقلع لكنه بيطلع تاني، وفكر في الناس اللي لسه عندهم امل. واهم حاجه احنا دورنا مش اننا نحارب، دورنا نحكي القصه عشان العالم كله يفضل فاكر ولسه بتحارب عشان تاخده، واحنا مش هننسى. التحيا فلسطين، التحيا فلسطين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبقى اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم الفيديو الجاي.